تخيل معايا المشهد ده الساعة 6 المغرب، صوت الأذان لسه مخلص، البيت كله هادي والناس قاعدة قدام التلفزيون، وفجأة تبدأ المقدمة. الصوت اللي بقى جزء من رمضان نفسه، مش مجرد موسيقى لكن إحساس إنك داخل عالم تاني، عالم بين الحقيقة واللي إحنا مش شايفينه. عالم المداح. انا فاكر اول مره شفت فيها المداح قلت اكيد ده مسلسل زي اي مسلسل، شويه رعب وشويه مبالغه وخلاص. لكن اللي حصل ان المسلسل ده قدر يعمل حاجه غريبه جدا خلانا كلنا نستناه كل رمضان، مش عشان الرعب لكن علشان الاحساس. في الحلقه الاولى من المداح واسطوره النهايه ما كانتش مجرد بدايه موسم، دي كانت رساله واضحه ان المداح لسه عنده كتير يقول. وفي الفيديو ده مش هقول لك ملخص الحلقه، انا هقول لك ليه الحلقه دي خلتني اتاكد ان المداح لسه اقوى تجربه رمضانيه في نوعه. انا النهارده جاي اقول لك 5 حاجات تخليك تحب مسلسل المداح واسطورة النهاية في رمضان 2026. خلينا نبدأ بأول حاجة عملها، أول ثانية وأول صورة، المقدمة. في مسلسلات كتير المقدمة بتكون مجرد حاجة تعديها، لكن في المداح المقدمة كانت جزء من التجربة نفسها. الموسيقى ما كانتش زي المتوقع، كان فيها رهبة وروحانية، كان فيها إحساس إن في حاجة أكبر من القصة نفسها. المقدمة ما كانتش بتجهزك للمشاهدة، المقدمة كانت بتنقلك لعالم تاني، وده فرق مهم جدا لأن أغلب المسلسلات بتبدأ الأحداث بسرعة، لكن المداح كان بيخليك تعيش الحالة الأول، ودي أنا بسميها عبقرية. لأن قبل ما احنا شفنا صابر احنا دخلنا العالم بتاعه، وده أول سبب خلى المداح تجربة مختلفة. وتاني حاجة عملها الإضاءة والألوان. في حاجات كتير ما كانش أي حد ياخد باله منها، بس هي كانت من أهم الحاجات اللي خلت الحلقة تنجح. اللون، الكالر جريدنج، الإضاءة. كان ضوء الشمس أبيض وصافي ونقي، وده ما كانش اختيار عشوائي لأن اللون الأبيض كان بيدي إحساس بالنقاء، لكن أنت عارف إن في حاجة غلط، وده بيخلق تناقض عبقري. الصورة مطمنة لكن إحساسك مش مطمن، وده بيخلي التوتر نفسي مش بصري بس، وده مستوى إخراج عالي جدا. لأن أسهل طريقة للرعب كانت الضلمة، لكن أصعب طريقة إنك تخلي النور نفسه يحسسك بالتوتر، وده اللي المداح عمله. وتالت حاجة ترتيب الأحداث. أكبر مشكلة ما كانتش عجباني في مسلسلات كتير إنها بتقعد تشرح كتير، لكن المداح كان بيخليك تكتشف إن الحلقة بتاعته ما قالتش كل حاجة، لكن بس مجرد إن هي لمحت، وده أهم عنصر في أي قصة ناجحة. الغموض، لأنك كمشاهد بتبقى جزء من التجربة، مش مجرد متلقي وخلاص، أنت بتفكر وبتحلل وبتحاول وبتفهم، وده بيخلق ارتباط نفسي قوي جدا لأن عقلك بقى مشارك في القصة، وده سبب قوي جدا يخلي المداح ينجح مش بس يتشاف. بس قبل ما أكمل عايز أسألك سؤال، هل أنت بتشوف المداح عشان الرعب؟ اكتب لي في الكومنتات تحت رأيك، ولو بتحب النوع ده من التحليل اشترك في القناة دلوقتي علشان الفيديوهات الجاية تكون أحسن وأحلى. هخليك تشوف المسلسلات بطريقة عمرك ما شفتها قبل كده، لأن اللي جاي أهم نقطة في الحلقة كلها. وقبل ما ندخل في النقطة اللي جاية، أنا حابب أشكر الناس اللي علقت لي على الفيديو ده، وهشكرهم كمان بشكل خاص في الفيديو اللي هيظهر قدامكم دلوقتي. من اكتر الحاجات اللي بحبها على السوشيال ميديا انها بتكشف الناس على حياتها، ناس بتشجع وناس بتنتقد وناس بتهاجم. دعمكم مش بيفرح، دعمكم بيديني طاقة ان انا اكمل، واللي بيشجع غيره هو بيشجع نفسه. بس في نوع تاني من الناس مش هدفه نصيحة ولا هدفه تطوير، هدفه ان هو يكسرك نفسيا. في فرق كبير ما بين حد يقولك الفيديو محتاج يتظبط اكتر، وبين حد يقول انت فاشل ومش هتنجح. الاول نقد بناء، التاني اسقاط نفسي. انا مش بزعل من النقد، انا بزعل من النقد اللي هو بيكون ستارة للهجوم. اللي مش عاجبه محتوايا له كامل الاحترام، بس اللي بيشجعني له مني كل التقدير. ونرجع نكمل النقطة الرابعة، الفكرة الدينية، القوة الحقيقية للمسلسل. المداح ما كانش مجرد مسلسل رعب، المداح كان مسلسل عن الصراع، مش الصراع مع الجن لكن الصراع مع النفس، الصراع بين الإيمان والخوف، بين اليقين والشك، وده اللي عطى المسلسل طابع وعمق حقيقي. لأن الرعب هنا ما كانش الهدف، الرعب كانت وسيلة عشان يوصلك لفكرة أكبر، إن في عالم كامل إحنا مش شايفين لكن تأثيره موجود، وده اللي كان بيخلي التجربة مخيفة وفي نفس الوقت ممتعة. النقطة الخامسة، التمثيل الجماعي. لما الكل يبقى بطل، أكبر قوة في الحلقة إن مفيش حد فيهم ضعيف، كل ممثل كان حاضر، وكل نظرة كانت ليها معنى، وكل سكوت كان ليه إحساس، وتحس إن الشخصيات كلها حقيقية، وده كان عنصر أساسي في أي عمل ناجح. المداح نجح مش لأنه مخيف، لأنه صادق، نجح لأنه فهم حاجة مهمة جدا، إن أقوى رعب مش اللي أنت بتشوفه لكن اللي بتحسه. في الحلقة الأولى لما سمعتها أثبتت إن المداح ما كانش بيكمل نجاحه، هو بس بيعيد تعريفه. والسؤال الحقيقي ليك دلوقتي، هل المداح هيكمل نجاحه، ولا هل في مسلسل تاني ممكن يعمل نفس اللي عمله المداح؟ ولكل الناس اللي وصلت للدقيقة دي احب اقول لكم عاش. ولو عجبتك فكرة المحتوى بتاعنا ما تنساش تسيب الايموجي ده في الكومنت. عاش عليك يا بطل انك وصلت للدقيقة دي، كده اقدر اقول لك سلام.